الليث بن سعد عليه رحمة الله، التابعي الجليل المعروف المشهور العالم، كان يعمل في تجارة العسل. كان يعمل في تجارة العسل. الحين حيدخل واحد يقول لك: ها شفتوا المطاوعة دائما في العسل، ما يشتغلوا إلا في العسل. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم خلونا في القصة. كان يعمل في تجارة العسل، وفي يوم جاءته التجارة في براميل من العسل كثيرة حتى يشتغل فيها. هذا اليوم جاءته امرأة مسكينة أرملة فقيرة ومعها إناء، قالت: اعطني شيء من العسل في هذا الإناء. فقال لها: اذهبي، لا عسل لك عندنا. راحت، فقال لواحد من غلمانه: اتبعها، شوف وين هي ساكنة. هذا الغلام العامل ما قصر، بعدها من زوة لا زوة ومن مكان لا مكان حتى عرف البيت. بعدين رجع إلى الليث بن سعد وقال: بيتها في مكان كذا وكذا وكذا. قال: خلاص، خذ هذه البراميل كلها لهذه المرأة إلى بيتها. قال: يا شيخ، يا إمام، يا سيدي، كان يكفيها بس يعني أن نملأ الإناء، هي طلبت الإناء فقط. فقال: لا، هي طلبتني على قدر حاجتها، وأنا أعطيها على قدر ما معي، وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يا ليت تجار العسل يفعلوا هكذا مع الناس المساكين، أقل شيء لا يغلوا عليهم بس في السعر. تحياتي لكم، وينبغي أن نكون هكذا، نحمل هموم بعضنا ونتفقد بعضنا. بارك الله فيكم. السلام عليكم مرة ثانية.